واش انت متخيل ان ماتش واحد، نعم مباراة واحدة 90 دقيقة، قادرة تبدل تاريخ نادي كامل؟ ماتش واحد يقدر يعطيك أكثر من 200 مليون دولار، أكثر من ميزانيات بعض النوادي في أعتى الدوريات العالمية. هذا الماتش ماشي نهائي دوري الأبطال وماشي نهائي كأس العالم، هذا الماتش قيمته التسويقية عالية جدا وتشهد تهافت القنوات التلفزيونية من أجل نقله. بغيتوا تعرفوا شنو هي هذه المباراة؟ نلتقي بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم سفيان بوعنان من الميدان. المباراة اللي تحدثنا عليها هي النهائي البلاي اوف من تشامبيون شيب، يعني المباراة اللي كتلعب وكتكون فاصلة باش الفرق طلع البريمير ليج للدوري الانجليزي الممتاز. كما كتعرفوا نظام المسابقة، اول جوج فرق في الترتيب كيطلعوا مباشرة، وما تبقى من الفرق الى المرتبة السادسة كيلعبوا ما يسمى بالبلاي اوف. هذا الموسم هذا اللي طلع رسميا هو نادي كوفنتري سيتي، واللي لعب فيه المغربية يوسف شيبو وايضا مصطفى حجي قديما، وايضا نادي إبسويتش تاون. هاد جوج نوادي طلعوا مباشره، اما الاربعه الاخرين غيلعبوا نصف النهائي. هال سيتي ضد ميلول، للاشاره الماتش انتهى قبل قليل واللي فازت هي هال سيتي، يعني اللي تاهلت لنصف النهائي الاول هي هال سيتي. اما في النصف النهائي الثاني غيلتقي نادي ميدلزبرو ضد نادي ساوثهامبتون، والفائز منهم غيلتقي في النهائي مع هال سيتي. هذه المباراه هذه كتلعب في الويمبلي. السؤال الأبرز هو علاش القيمة التسويقية لهذه المباراة كتوصل أكثر من 200 مليون جنيه استرليني؟ الجواب بسيط، هو أن البريمير ليج والاتحاد الإنجليزي بصفة عامة عندهم أكبر العقود ديال النقل التلفزيوني في العالم، والفريق اللي كيصعد مباشرة كيحصل على 100 مليون أورو، وكتبقى هذه القيمة كتوزع على مدى 3 سنوات، بمعنى أن النادي حتى وإن رجع للتشامبيونشيب فكيبقى كيشد القيمة ديالو حتى تنتهي، زائد الرعاة والمعلنين اللي كيتسابقوا على هذه الأندية اللي كتطلع مباشرة للدوري الإنجليزي، مما يزيد من القيمة التسويقية للنادي ككل. وهذا اللي حصل مع ساندرلاند مثلا السنة الماضية اللي صعدت، واللي جاوها عقود إشهارية وبدلت الفريق بصفة عامة، باعت وشرات لاعبين لأن الأموال دخلت إلى صندوق النادي. وقيمة القميص أيضا كترتفع كما قلنا، إضافة إلى عقود إشهارية وأيضا عقود النقل التلفزيوني. ثم المداخيل اليومية بحال بيع التذاكر للحضور للمباريات وبيع الأقمصة. الآن غادي نعطيو بعض الأمثلة على بعض الأندية اللي ربحت الملايين من الصعود إلى دوري البريمير ليج، مثلا بحال أستون فيلا سنة 2019 اللي ربحوا النهائي ورجعوا البريمير ليج، ودابا ولاو من أقوى الأندية في الدوري الإنجليزي. ثم أيضا نوتنغهام فورست أيضا اللي طلع لدوري البريمير ليج ولا فريق قوي كما كنعرفوا حاليا، إضافة إلى نادي فولهام اللي كيلقبوه دائما أنه طالع نازل لدوري تشامبيونشيب، لكن هذه المرة هذه فلت من الهبوط بأعجوبة. مسألة أخرى مهمة جدا وهي الضغط النفسي الذي يكون في هذه المباريات. خطأ واحد ممكن أنه يربحك الملايين، ونفس الخطأ ممكن أنه يخسرك الملايين ويخسرك فرصة التواجد مع الكبار في الدوري الإنجليزي الممتاز. لهذا كاين اللي كيسميه بأنه أكثر مباراة فيها ضغط مرتفع في العالم. ببساطة كرة القدم ماشي غير 22 لاعب، ماشي فقط مباراة تلعب 11 ضد 11، بل هي بيزنس واقتصاد قائم بذاته. ايضا هو حلم وكابوس بالنسبة للفرق. ماتش واحد يقدر يردك من نادي عادي الى عملاق في اوروبا، او العكس يقدر يضيع عليك فرصة العمر للتواجد في الدوري الانجليزي الممتاز. قولوا لي انتم واش كنتوا عارفين بان اغلى مباراة ماشي هي نهائي دوري الابطال او نهائي كأس العالم، وهي مباراة في البلاي اوف من الشامبيونشيب الانجليزي؟ خليوا لي في التعاليق وقولوا لي شكون كتوقعوا انه يصعد البريمير ليج هذه السنه، اضافه الى كوفنتري سيتي وإبسويتش تاون. واش هال سيتي ولا الفائز من مباراه ساوثهامبتون وميدلزبرو؟ وايضا شنو هي توقعاتكم للفريق اللي غينزل لدوري الشامبيونشيب؟ كما شفنا انتهت مباراه توتنهام وليدز يونايتد بالتعادل، مما يرجح كفة ويست هام وتوتنهام للنزول إلى دوري تشامبيونشيب هذا الموسم. كان معكم سفيان بوعنان
دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.